في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الخطوات ان انت ازاي تبقى اندرويد ديفلوبر. النهارده ان شاء الله هنكمل معاكم مع الجزء الادفانسد وازاي ان انا اقدر يبقى عندي خبره كويسه في مجال الاندرويد. تعالوا بقى نتكلم عن الجزء الادفانس. اول حاجه لازم تبقى عارفها هو الاي بي اي ببساطه هو الابلكيشن بروجرامنج انترفيس، او ازاي انا اقدر اخلي الابلكيشن بتاعي يتكلم مع سيرفر ويجيب منه داتا. الكلام ده كله بيحصل عن طريق حاجه اسمها ال HTTP ريكوست وريسبونس. الابلكيشن بتاعي بيبعت ريكوست وبيجي له ريسبونس. الريكوست والريسبونس دول بيبقوا في فورم حاجه اسمها جيسون. الجيسون هو الجافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، هو فورمات معين للداتا يقدر الابلكيشن بتاعي والسيرفر يكلموا بعض عن طريقه. طيب الكلام ده كله اقدر اعمله ازاي في الاندرويد؟ لازم طبعا تبدا بحاجه اسمها ريتروفيت. الريتروفيت ببساطه هي لايبرري موجوده بتوفر عليك كل السايكل ديت. اول حاجه بتعملها الباك جراوند ثريدنج، فتقدر تعمل لك ثريد في الباك جراوند تجيب الداتا من السيرفر وترجع تبارس الداتا دي بحاجه اسمها جيسون او اي كونفرتر تاني تقدر انت تستخدمه عشان تبارس الداتا اللي جايه عن طريق الجيسون وتحولها لاوبجكت عشان تعرف تتعامل معاها. بعد كده ابدا اتعامل مع الران تايم بيرميشن. والران تايم بيرميشن ببساطه ان انا باخد بيرميشن معين من اليوزر في وقت الران تايم، ان انا عايز اكسس داتا معينه عنده على الجهاز زي فايل معين، او ان انا افتح الكاميرا اخد منها ايمج مثلا. فكل ده بيحصل عن طريق الران تايم بيرميشن. وبعد ما تخلص الران تايم بيرميشن ابدا مع حاجه زي الجي بي اس، وان انا ابدا ان اعرف اللوكيشن بتاع اليوزر فين واعمل تراكنج للوكيشن بتاعه. وطبعا اربط الجزء ده بالجزء اللي انت اتعلمته في الجوجل مابس مع الفراجمنت. هتبدا بعد كده تتعلم الاركتكتشرال باترنز، واللي هي بقت ترند دلوقتي في مجال الاندرويد، الام في سي والام في بي والام في في ام. وخلينا نقول ان انت لازم تركز شويه مع الام في في ام، لان جوجل نزلت لايبرز مخصوصه عشان تقدر تخليك تكتب كود باستخدام الباترن اللي اسمها ام في في ام، اللي هي اختصار لموديل فيو موديل. طيب جوجل نزلت لايبرز كتيره، من ضمنها حاجه اسمها داتا بايندنج، من ضمنها حاجه اسمها اندرويد فيو موديل ولايف داتا. كل دوت بتقدر تستخدمه عشان تطلع في الاخر ابلكيشن مستخدم فيه الاركتكتشر اللي اسمها ام في في ام، ودي طبعا احسن بكتير من الام في سي اللي انت كنت شغال بيها قبل كده. الاندرويد من اكتر الحاجات اللي بتتطور في الدنيا، حاول تقرا على قد ما تقدر، حاول تبقى ابديتد على طول بالجديد، خد وقتك في البيزكس على قد ما تقدر. ده كان موضوع حلقه النهارده، ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه على خير.